لكن ناخده طبعا معانا. نبارك له طبعا. فرج بيه عامر، مساء الانوار. مساء الانوار يا مدحت بيه، ازي صحة سيادتك؟ الف مبروك. الله يخليك ويبارك في سيادتك وشاكر فضل سيادتك. انتوا رايحين كده على المقدمه بخطى ثابته ما شاء الله. راضي على الفرقه يا فرج بيه؟ راضي عنها؟ بدعوات سيادتك وتشجيع سيادتك. راضي عن الفرقه يا فرج بيه؟ ربنا يرضى علينا جميعا طبعا، حاجه جميله وحاجه زي الفل، وطبعا ربنا يوفق، ومجهود عظيم من الجهاز الفني ومن اللاعبين ومن كل الناس الاداريين في النادي، وتعاون جميل وقصه جميله يعني، كفاح كبير، فربنا يكلل جهودهم بالنجاح يعني، وحاجه اسعدتنا واسعدت كل اعضاء النادي واسعدت كل الاسكندريه. انتوا كده دخلتوا في منطقه المنافسه على المركز الاول والثاني بالشكل ده. يا رب يا رب يا رب يا رب. عندكم مين اللي جاي يا فرج بيه؟ نعم يا فندم. الماتش الجاي عندكم مين؟ الماتش الجاي عندنا حرس الحدود، فرقه جامده جدا. ماتش النهارده طبعا فرقه جامده قوي، والكابتن طلعت راجل شخصيه رائعه ومدرب له قيمه كبيره، وراجل يعني بيخطط، وفرقه صعبه قوي. منافسه صعبه جدا، وطبعا والكابتن حلمي طولان ايضا قيمه فنيه كبيره جدا وعامل مجهود كبير قوي، معاه برضه لاعبين مميزين جدا، فهيبقى المجموعه بتاعتنا المجموعه الاولى دي الفرق كلها قريبه من بعض، والمنافسه صعبه قوي، وفرق قويه وبتلعب بمجهود كبير قوي، فالفرق كلها قريبه. واللي هيبذل مجهود واللي هيكافح في الملعب واللي هيسمع كلام الجهاز الفني اعتقد ان شاء الله هو اللي هيكسب. بس احنا عندنا بقى مشكله بقى مدحت بيه. اتفضل. ملعب المباراه القادمه. احنا عايزين نلعب على برج العرب، لان حتى احنا يعني انا بتمنى طبعا القوات المسلحه ما حدش يقدر يعني يتكلم عنها الا بكل فخر وبكل اعتزاز. طبعا هم اصحاب فضل على الرياضه المصريه، وهم يعني زهره وورده الشعب المصري كله. فاتمنى ان هم صدرهم يتسع، واحنا ما عملناش اي غلط وما غلطناش وما عملناش اي حاجه. صحيح. ويعني الحمد لله علاقتنا بيهم طيبه جدا، والحمد لله كل حاجه ملتزمين. فنتمنى ان يسمحوا لنا نلعب في ملعب برج العرب، يعني الا ندفع خطا غيرنا. كان هناك من اخطا غيرنا، احنا اول حاجه لا نقبل الخروج على النظام، ولا نقبل الخروج على الشرعيه، ولا نقبل التطاول على احد على الاطلاق طبعا، واحنا ملتزمين. فاتمنى ان احنا ما ندفعش غلطه اي حد، لو حد اخطا احنا ضد الخطا وما ندفعش. لكن طبعا هو ده الملعب اللي احنا بنتفائل بيه، وده الماتش ده اللي جاي بتاعكم انتوا، بتاعنا احنا. بتاعنا احنا. فطبعا احنا عايزين نلعب على هذا الملعب. انا مش معقول اروح العب على ملعب الحرس، لان ملعب الحرس طبعا ده ملعبهم. طبعا. فانا طبعا اتمنى ان انا العب على، لان دي هتبقى مشكله لو انا ما لعبتش على ملعب برج العرب، او العب على الملعب اللي انا كنت بلعب عليه النهارده. بس اتمنى. انت كنت بتلعب النهارده في الدفاع الجوي مش كده؟ في الدفاع الجوي. ما هو ده من حقك، ده من حقك لو اتفقت مع انت تتمنى برج العرب اكيد. اتمنى طبعا برج العرب، لان احنا دلوقتي يعني احنا مع الرياضه ومع الكوره ومع تشجيع الرياضه. وارد ان تحصل اخطاء، لكن لا احد يقبلها ولا احد يقبل اي تطاول. وقيادتنا طبعا دي رمز لمصر وفوق دماغنا من فوق طبعا، واحنا ملتزمين جدا. لكن اي انسان يخطئ يحاسب المخطئ عن خطأه. صحيح صحيح. هو كان من جانبهم يعني تعبير، هم من جانبهم يا فرج بيه كان تعبير عن يعني عن اسم القوات المسلحه ورموز القوات المسلحه. اكيد. هي دي الفلسفه بتاعتهم أكيد. في القرار أكيد. ده. اكيد طبعا. نعم. لكن احنا متفائلين بالملعب ده، حتى الملعب ده هو اللي احنا كنا بنلعب على ملعب فرعي عليه واحنا في الدرجه الثانيه، كان وشه حلو علينا وطلعنا الممتاز. يعني خدت بساتك. يعني خلينا احنا يعني نناشد مبدئيا، انا يعني بره ان حضرتك بتتفائل، لانه طبعا معنى ان احنا نعضد تفاؤلك ان احنا ضد الحرس. خلينا نقول ان ده حقك الطبيعي ان انت تلعب على الملعب اللي انت اخترته من بدايه الموسم. مظبوط. يبقى ان احنا نناشد سياده الفريق اول السيسي يا رب مراجعه القرار. يعني هو اهلي وزمالك مش هيستقبلوا هذا حقه خلاص. طبعا باقي الانديه اللي كانت متعاقده مع ملعب الجيش المصري برج العرب مالهاش ذنب. مالهاش ذنب. لا مانع في مراجعه القرار، لا مانع. ليه لا يعني؟ وبعدين عشان اللعيبه بتاعتي تحس ان احنا بنلعب واحنا القوات المسلحه فوق دماغنا، وقاده القوات المسلحه فوق دماغنا، واحنا زي الشعب المصري كله فخورين بيهم. طبعا. طيب يعني هي مناشده على الهوا اهي، واذا كانش يبقى البديل الدفاع الجوي. وانا اتصور الدفاع الجوي مش هيتاخر، بس باذن الله يكون يعني استاد الجيش المصري برج العرب يكون ملبي للنداء. يا رب ان شاء الله. فلوس صامول افوم وصلت؟
بكره باركليز هتوصل، باركليز يا بكره يا بعد بكره خلاص هناخد $1,000,000 وهو هيتنازل عن $200,000 والنادي السويسري يعني التزم بانه هيسدد $142,000 لنادي هارتس اوف اوك الغاني اللي هو كان النادي سموحه لو باعه هيدفع نسبه معينه. نعم. فاحنا والحمد لله كان ليا الشرف اني اقود هذه المفاوضات الوديه ويعني الحمد لله احنا انتهينا بصوره وديه وده طبعا افضل، وطبعا دي خطوه ايجابيه جدا ان احنا نصل الى هذا الاتفاق. حمودي اخباره ايه بقى؟ والله انا زي ما قلت لحضرتك لو الكلام اللي معاه ان حمودي تحت المراقبه، احنا موافقين على اعارته. احنا موافقين على اعارته بغرض البيع السنه الجايه. بس هم قالوا ان هم حاطينه تحت المنظار لو هو لعب بنفس المستوى اللي كان بيلعب بيه في المباريات السابقه وقدر انه يلعب المباراتين الدولتين القادمتين هيروح بمبلغ ممتاز جدا. واحنا قبل المبلغ يهمنا ان حمودي يسافر بره لانه ناشئ صغير من نادي سموحه، صح كده، هو النهارده كابتن سموحه وحاجه مشرفه لمصر، ومحمد صلاح والنني عاملين شيء جميل وهم شافوا لعبه ومقتنعين بيه، فهتبقى خطوه جميله جدا واضافه للكره المصريه واضافه لنادي سموحه. نادي يانج بويز. طيب اخيرا يا فرج بيه، سؤال خارج نطاق سموحه يعني. تحت امر السيادة. الله يخليك. بماذا يعني تبرر احجام بعض من رجال الاعمال على دخول مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري بعد الاستقالات التي قدمت من مجموعه من الاعضاء؟ والله انا هقول لحضرتك على حاجه. هو العمل العام بيمر بمحنه. ايوه. انا طبعا ما كنتش اتمنى ابدا ان اللي يحصل في نادي الاتحاد ده يحصل. نعم. لان طبعا الاتحاد ده رمز كتير قوي ونادي يعني هو شقيقنا الاكبر، وطبعا ده معشوق الجماهير السكندريه، فانا ما كنتش اتمنى ابدا ان يوصل هذا الوضع الى هذا الوضع، لان الاتحاد ده اسم كبير وتاريخ واحنا واجبنا نحافظ عليه. وطبعا اي شيء او اي خروج عن الشرعيه مش مطلوب، واي حاجه ممكن تتم بالتفاهم وبالحوار، واخد بال سيادتك، وفي النهايه لا يصح الا الصحيح. نعم. فبالتالي التجربه دي هتخلي ناس كتيره جدا تحكم عن الاشتراك عندك حق في مجلس اداره الاتحاد. وان كنت اتمنى ان الناس تنسى هذه التجربه، لكن اكيد التجربه دي هيكون لها اثر كبير جدا على من يرغب او اللي عايز يشترك في ان يكون في مجلس اداره الاتحاد. عندك كل الحق. تجربه قاسيه بكل المعاني. جدا 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 جدا. وانا مع الاحترام طبعا، انا يعني ما اقدرش احط نفسي مكان حد، لكن يعني ما كنتش اتمنى انها تصل الى هذه الدرجه. طبعا. لان يعني دايما الحوار والنقاش يقدر يوصلنا، الصراع عمره ما هيوصلنا الى نتيجه. نعم بالعكس. والخلاف عمره ما هيوصلنا الى نتيجه. هيخلي الاخرين يحجموا طبعا، وهيخلي بقى ان كل واحد في ذهنه ان هذه الطريقه المثلى هي للتعاون مع التعامل مع الانديه الشعبيه. يعني انت تجربتك يا فرج بيه الحقيقه في مصانعك تجربه رائده. لما حصل عندك خلل من جانب البعض انت قلت خلاص انا قافل كل مصانعي ومش هشتغل، وحتى هخسر كل يوم ملايين مش هتفرق معايا، انا هأقر مبدأ، وقد كان. الحمد لله. وهقول لحضرتك على حاجه، التاريخ علمنا كده. لو سيادتك رجعنا للتاريخ، مارجريت تاتشر ايوه اللي هي من عظماء العالم عملت كده. رحمه الله عليها. نعم عملت كده ووقفت موقف، لان هو في النهايه لازم يبقى في نظام، لازم احنا نحترم بعضنا وكل واحد يعرف الاصول. واللي انا عملته ده، اللي انا لو انا ما كنتش عملته حضرتك مش هيجي مستثمر مصري ابدا بالظبط يتبهدل بفلوسه، مش هيدخل عضو مجلس اداره في اي نادي بالظبط عشان ان هو يتبهدل وهو قاصد ان هو يقدم خدمه. وبقى عبره للاخرين في المصانع الاخرى بقى. احنا عندنا قانون، احنا نلتزم بالقانون. نعم. واي واحد يخرج عن القانون يحاسب ايا كان. بالظبط كده. رئيس نادي، عضو مجلس اداره نادي، مستثمر، صانع، عامل، موظف، كل واحد. لو احنا التزمنا بالقانون واحترمنا بالقانون، وكل العالم المتقدم بيعمل هذا الكلام. نعم. والناس بتبص لنا، دي مرايه. انا اللي عملته قلت ده مثل، لان حضرتك لو انا سكت على هذا النوع من العمل حاصل الى في النهايه
ما انا هقفل برضه. هتقفل بطريقه سيئه بالظبط. وناس كتيره جدا هتفقد عملها، صح وناس كده. كتيره جدا هتفقد وظائفها. نعم. لكن انا عشان احافظ على اكل عيش الغالبيه العظمى لابد ان تكون في وقفه. صح. يبقى الناس عارفه انا ملتزم بالقانون وهنفذ القانون وهنفذ تعليمات الدوله وهعمل كل حاجه. لكن الخروج على القانون ملوش مكان هنا. 10 على 10. اخيرا يا فرج بيه، يعني الدولار يمثل انتعاشة طيبة للرجال الصناعة والمستثمرين؟ انا هقول لسيادتك على حاجة. مصر بلد عندها امكانيات كبيرة جدا، وانا بتمنى ان احنا نشجع السياحة، وبرضو السياحة تشجيعها بالامن. مصر تقدر، عندها موارد كبيرة جدا. الحاجة التانية، مصر وصلت الى صادرات كبيرة جدا في الصناعة، صادرات كبيرة جدا، فاحنا عندنا اصلا مصادر كبيرة قوي. اللي بيعطل هذه المصادر هو عدم انتظام الخدمات. نعم. برضو الاضطرابات، وان مفيش امن، وان النظام بيقل وكذا. لو احنا التزمنا بالامن ومحدش خرج عن الامن، واللي ليه طلب مشروع ياخده بطريقة مشروعة، حضرتك هيحصل انتعاشة كبيرة جدا. جميل. انتعاشة كبيرة جدا. ومصر مش يعني تقدر تستغنى عن حاجات كتير، ان عندها موارد ضخمه جدا، ولو حصل انتعاش في الاقتصاد الضرائب هتتضاعف. بالظبط. الضرائب هتتضاعف، لان احنا عندنا سياحه قويه جدا، عندنا موارد ضخمه جدا في السياحه، عندنا موارد ضخمه جدا، وعندنا قاعده صناعيه كبيره قوي، عندنا صادرات زراعيه، عندنا صادرات في كل حاجه، عندنا صناعه الخدمات في مصر منتعشه. اللي ينقصنا بس النظام واحترامنا للاخرين وتقبل الاخر، ومحدش يخرج عن النظام. هو ده. انا كان سؤالي هبوط الدولار النهارده انعش حركه السوق التجاريه؟ طبعا اكيد. لان طبعا ده نوع من حضرتك المضاربه الغير منطقيه. ايوه حضرتك ده حصل نوع من المضاربه الغير منطقيه. وده هو طبعا له اثر سيء جدا على الصناعه، وانها ما تقدرش تنافس، وعلى السلع الاستهلاكيه. وطبعا ارتفاع غير مبرر وغير مطلوب. فطبعا ان عودة الدولار الى وضعه الحقيقي، انا عايز اقول لك حاجة، اثارة هذه المواضيع بيخلق تجارة من السوق السوداء. مظبوط. يعني احنا لما نثير المواضيع دي ونقعد نقول ده الدولار المفروض يبقى كذا، والدولار يبقى كذا، والدولار يبقى كذا، اللي معاه دولار بيحجم، والناس افتعلت موضوع الدولار. ده اللي انا اخطر شيء. ده اللي انا قلته في البداية. نعم، ده اللي انا قلته في البدايه النهارده. الاقتصاد المصري. بالظبط. إيذاء مباشر للاقتصاد المصري. بالكلام والحوار والاشاعات وكذا وان كل واحد بيفتي فيما لا يعنيه، ولا يفهم فيما لا يعنيه. صح. بيخلق نوع من السوق السوداء، ودي اخطر شيء. نعم. ان احنا لابد نرجع زي ما كنا، ما عندناش سوق سوداء، السعر بره زي السعر جوه. لكن اللي انا بقول لحضرتك، وانا اتمنى ان حضرتك تطالب بذلك، ان احنا لازم السياحه المصريه تنتعش وتعود احسن من الاول. ان شاء الله. هي تعود. المدخل الاول للاقتصاد، وهي اللي بتاخد المنتجات الصناعيه والمنتجات الزراعيه، وهي اللي بتشغل ناس كثيره جدا، وهي قاطره التنميه. واذا كان في بلاد ربنا اداها بترول واداها ذهب واداها خامات، ربنا ادانا احسن من كل ده. صحيح. ادانا الاثار، ادانا الشمس، ادانا الهواء، ادانا الشواطئ. انا بتفق معاك يا فرج بيه. بشكرك، ومره ثانيه مليون مبروك. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا. هو